إمام آخر يتعرض للاعتداء، وهذه المرة ببوسعادة في ولاية المسيلة. الحادث استهدف إمام مسجد البشير الإبراهيمي الذي أحرقت سيارته، والواقعة تعتبر ضمن الحالات الانفرادية والأفعال المعزولة التي تحدثت عنها الوزارة الوصية. الأمر المؤكد هو أنه اعتداء وليس حادث عرضي. اتصلت مباشرة بالأجهزة الأمنية الذين هم بدورهم قاموا بالاتصال بالحماية المدنية التي حضرت بعد 20 دقيقة تقريبا. حرق سيارة إمام بالعلمة ونفس السيناريو في تبسة، وحادثة أخطر بتيزي وزو حين قتل إمام لأسباب مجهولة. واليوم حرق سيارة إمام ببوسعادة حالات قد تكون انفرادية، لكنها تحولت إلى هاجس بات يؤرق الأئمة عبر كل ولايات الوطن. بينما نحن في الركعة الثانية إذا بنا نسمع دوي انفجار يقع يتبعه حرق ألسنة اللهيب، النيران تشتعل في السيارة الخاصة بي. تفاجأنا في الحقيقة لهذا الفعل الإجرامي الذي يحصل أمام مسجد، ويحصل من خلاله ترويع الناس المصلين وغيرهم، وأنا لا أدري من الفاعل ولا ما الذي وراء الفاعل. 50 حالة تحدث عنها المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف خميسي بزاز استهدفت الأئمة منذ سنة 2014، والعدد ما يزال في ارتفاع مخيف في وقت يعتبر الإمام من مقدسات الجزائريين.